مساء الفل. الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، والناس فرحانة وهيصة والله عليك يا لبيب، ده أنت حطيت على شوبير واتكتبت في القناة، وشوية الزمالك بينوي إن هو يحطها على البوابة، وهنمشي نعلقها على صدرنا كده في الشارع. يعني الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر، هنحطها على صدرنا كده واحنا ماشيين في الشارع إن شاء الله. أنا ولا يهمني الزمالك أكبر قلعة ولا أصغر قلعة، ولا الزمالك بطل القرن الحقيقي، ولا إن الزمالك نادي الوطنية والكرامة والهري اللي بيهروه ده كله يعني. أنا يهمني يبقى عندي فرقة، عندي سكواد فرقة يقعد 5 سنين كده ورا بعضيه، مش كل سنة سنتين نقعد نغير في 13 14 لعيب. يبقى عندك فرقة كده ثابتة 5 سنين، ده رقم واحد. هيترتب عليها إن أنت هتاخد بطولات. فالأهم عندي إن أنت تطلع كل سنة عندك كام بطولة محلية، دوري كاس سوبر، 3 بطولات محلية، فكك من كاس الرابطة ده. أقلها تاخد لك بطولتين من التلاتة، ما خدتش دوري تاخد كاس وسوبر، خدت دوري تاخد دوري وكاس سوبر، يعني أقل حاجة تاخد بطولتين من التلاتة. تمام. الحاجة التانية، مش الهدف بتاعي تاخد كونفدرالية، يعني أنا هستفيد إيه بالكونفدرالية؟ هتاخد سوبر أفريقي ماشي، بس الأهم عندي آخد أفريقيا، آخد أفريقيا وأروح كأس العالم للأندية. ده التارجت بتاع فرق كبيرة بتاع الزمالك، ده التارجت بتاعنا احنا. أنا كواحد من الجماهير أنا فارق معايا ولا بطل قرن، ولا حقيقي، ولا أكبر قلعة، ولا أصغر قلعة، ولا الهري ده كله. أنا يهمني زي ما أنا قُلت، تبقى فرقة ماشية بتكسب، عندي squad بيقدر يلعب بطولتين 3 مع بعض في نفس الوقت، يقعد 5 سنين، أكسب كل سنة 3، 4، 5 بطولات، بعد كده أبقى مستريّح، يبقى اسمي نادي الزمالك بس كده خلاص، ما يهمنيش أي حاجة تاني. أنا عايز أبقى اسمي نادي الزمالك بس كده، رياضي الفرفروطي بس، رياضي المنفلوطي بس، وآخد كل حاجة، لكن الكلام ده كله ده هري الصراحة.